خلاص بقى يا بطتي، سماح المرة دي. وإن كان على الفلوس أنا هتفق مع إخواتي وأرجعها لهم، بس المهم أنت ترضي يا بطة. فلوس اخواتك دي دين في رقبتي وانا هسدها لهم اول ما تفرج ان شاء الله. وعلى ما تفرج هتفضلوا مخاصمين بعض كده؟ ما تقولي لهم حاجه يا حاجه. هقول ايه بس يا حاجه؟ ما انت عارفه ظروفنا متلخبطه قد ايه اليومين دول، ويمكن بصراحه كده بقى ما نقدرش نتمم الجوازه. لا لا، ليه يا خالتي؟ أنا مستعد أستنى لحد ما الظروف تتحسن إن شاء الله. المهم بس بطة ترضى عني. وابويا اللي في السجن دي حاجه ما تزعلكش ولا تضايقك في شغلك؟ بصراحة هي حاجة تزعل حبتين، بس يعني يا بطة محدش معصوم من الغلط. وإن كان على الشغل يا ستي فده شغل مؤقت لحد ما أخلص دراسة الحقوق وهبقى أسيبه على طول. إنما أنت شيء أساسي وضروري في حياتي أوي يا بطة. ها، قلت إيه يا بطتي؟ والنبي ده بيموت فيكي، ده ما بينامش ليل من كتر التفكير. قولي لها ياما، قولي لها خليها تعرف. وأنت يا حاجة ما تنقطينا بكلمة حلوة لأجل النبي عليه الصلاه والسلام. بصراحه كده مش عارفه اقول لكم ايه يا جماعه، لكن اصرارك كده بياكد لي انك انت شاريها، واحنا اللي اشترينا ما نبيعهوش ابدا. قلتي ايه يا بطه؟ اللي تشوفيه يما طبعا، هو في كلام بعد كلامك؟ بعدين مرزوق برضه ابن حلال وجدع. هو ده الكلام يا أحلى وأجمل وأرق عروسة في الدنيا. ممكن بقى تلبسي هديتك لحسن وحشتيها قوي؟ ممكن بجد والنبي؟ انا مش فاهمه ليه مصرين تتكلموا في نفس الموضوع 100 مره. انا مش هتجوز غير ادم يا بابا، ولو حصل غير كده هولع في نفسي. ما تحضرينا يا ماما. انت هتهددينا بامك يا بنت انت؟ هو ده اللي هيحصل يا بابا لو فضلتوا راكبين دماغكم وعايزين تجوزوني بالعافيه؟ شايفه البت وقله ادبها وعدم تربيتها؟ انا شايفه بقى ان البت عندها حق. خليكي محضر خير يا حماتة الاخرى. خير ايه وبتاع ايه يا اخوي؟ خير ايه وبتاع ايه؟ وانتوا عايزين تتجوز البت غصب عنها؟ ده كل شيء بالخناق الا الجواز بالاتفاق. اسمع يا ابني، ادي لادم فرصه، ده الراجل جدع وشهم وجاله شغل، وان شاء الله ان شاء الله اشيته هتبقى معدن. يعني انت يا حماتي عايزين اجوزها للواد ده اهو الا ابوه مرتشي؟ عبيد، ربنا ما بيفرقش بين الراشي والمرتشي، ومحدش فينا معصوم من الغلط. ده بيخلق من ظهر الفاسد عالم، ومحدش عالم بكره هيجرى ايه. الواد رايد البت والبت رايداه، انما الضيسي ده بنتك ما هيش طايقاه. انت معاه ولا معاه؟ واذا كانت مش طايقه الديسي بكره تتعود عليه. مش هيحصل يا بابا، ولو حصل هموت نفسي، والله العظيم اموت نفسي ويبقى ذنبي في رقبتك. بصراحه يا عبيد اسمع كلامي، ادي للواد فرصه يا ابني، بلاش تحقر دماغك وبكره تندم. وافرضي اديته فرصه تانية وطلع نصاب زي ابوه؟ خلاص ساعتها يحق لك تعمل اللي انت عايزه يا عبيد. ماشي يا حماتي، هديله فرصه تانية. بجد يا بابا؟ بجد والله العظيم؟ ما تفرحش قوي كده يا اختي، بكره تعرفي على حقيقته. بكره انت تعرف حقيقته، اما هو بشره. الحقي دي معاها رقم تليفونه وبتكلمه. يا سلام، ما تبقاش حنبلي قوي كده يا اخويا. الله، ما هو هيبقى قاري فتحتها ويحق له انه يكلمها لما يبقى يقرا فتحتها، انما لغايه ما يقرا فتحتها ما تكلموش يا اختي. وانا قاعد في البيت ايه؟ لا مؤاخذه. علي صوتك علي صوتك بالغنى، لسه الأغاني ممكنة 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 تتتتن. هسمعك أحلى خبر هتسمعه في حياتك. عم عبيد وافق على خطوبتي من هنا، وتخيل بقى مين اللي عمل الواجب ده؟ ومن ضال حبيبتي. يا معلم ما فرحتش ليه؟ انت حقود ولا ايه؟ يا خيال مالك؟ في ايه يا معلم؟ لا ابدا، اصله مهموم شويه وفي موضوع شاغلني مش عارف اعمل فيه ايه. طب ما تشغلني معاك. موضوع شخصي شويه. شخصي يعني، بس انت حر يعني، بس انا حاسك لايص كده ومحتاج رأي حد كبير. قول هسمعك. ادم انا مش لايص بس، انا حايز كمان. مش عارف اعمل ايه. يا عم اتكلم يا عم، في ايه؟ معروض عليا 10,000 جنيه. 10,000 جنيه؟ ايه هتشتغل رقاصة ولا ايه؟ ولا هتبيع لحمك؟ لا
مش هبيع لحمي، انا هبيع ضميري وذمتي. ازاي يعني؟ مطلوب مني ان انا اشهد شهادة زور في المحكمة، ولولا حوجتي لل10,000 جنيه دي عشان اردها لاختي بدل الجمعية اللي انا سرقتها منها. عايز انقذها بدل ما تخش السجن، واختي مش في حمل المبلغ ده. عشان كده انا وافقت على العرض ده. انت كمان وافقت؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه ادم؟ مضطر يركب الصعب. انت كده بتركب الاصعب منه. وبعدين عندك وهو ابويا اكبر مثال قدامك. ربنا يخرجه بالسلامه. في الحقيقة مش عارف اعمل ايه. مش عارف اعمل ايه. عايز رأيي؟ اشهد. اشهد باللي يخليك تعرف تنام. اشهد باللي يخلي ضميرك مستريح. ولا انهزام ولا انكسار ولا خوف ولا حلم نابت في الخالة. في الخالة. تصبح على خير. سيف باشا، واضح من خلال التقرير ان ادم قعد فتره عاطل بيدور على شغل، بس من كام يوم مسك شغلانه جديده بيشتغل طيار دليفري في محل بيتزا. بس واضح يا باشا من خلال تقاريرنا ان ادم عبد الحي حياته ماشيه بشكل منتظم. يا حبيبي ده تمويه، اكيد بيوضب لمصيبه جديده. سيف باشا بعد اذن سعادتك، انا شايف ان احنا نركز مراقبتنا على الناس اللي تستاهل بجد، وما نهدرش طاقتنا ومواردنا اكتر من كده. يا باشا الواد ده كفايه عليه اسبوعين مراقبه قوي. احنا محتاجين رجالتنا يراقبوا الناس الاهم. ولا سعادتك نسيت خليه تنظيم العهد؟ يا باشا ده احنا رجالتنا مسحولين وراهم في كل حته. ده احنا محتاجين عدد فوق العدد اللي عندنا عشان نكفيهم هم بس. ماشي، خلينا في الأهم فالمهم. شيل المراقبة من عليه، مع إني مش مرتاح للواد ده. يا باشا والله الواد ده ما فيهوش أي حاجة. ده يمكن بس عشان سعادتك، أنا آسف يعني، موسوس حبتين في شغلك وبتحب تأدي شغلك على أكمل وجه. شكرا يا شنبي، والله دي شهادة أنا أعتز بيها. يا باشا أنا ما بهزرش على فكرة، أنا بتكلم بجد. اختلافنا في الرأي ما يمنعش إن أنا بحترم سعادتك وبقدر ذكائك قوي. شكرا يا شام. ميرسي يا حبيبي. رد بقى. Hi Mr. Richard. Where are you? Hey Nancy, how are you? I'm so sorry I only got back from Sham now. But I have prepared your money, so it's at the old villa. Okay, now I'm traveling tomorrow and I really need the rest of my money today. Traveling tomorrow? Your money is ready and I would really like your opinion on some accessories I bought in Sham. Well, actually, I'm very busy today. Can you send me someone? Nancy, I just don't have anyone I can trust with that amount of cash. I'd prefer if you can pick it up. Okay, can you send me your address in a message, please? I'll do that right away. Thank you. Bye. هتوحشيني يا نانسي. انت كمان يا سهى. على فكرة أنا وصيت ماما لو احتجتي أي حاجة روحي لها في أي وقت. اوكي يا حبيبتي. وخدي الفلوس دي. كفايه، انت اديتيني مكافئتي خلاص. معلش عشان خاطري ريحيني يا ستي. اوكي يا حبيبتي. بصي بقى، أنا اتفقت مع جاليري هيشتري كل الحاجات اللي عندنا، طبعا بنص الثمن كالعادة لما يعرفوا إن في حد مزنوق ومسافر. بس anyway هو هيبعت النهارده عمال هيشيلوا كل الحاجات دي. متنسيش أول ما يخلصوا قفلي وادي المفتاح لماما. حاضر يا حبيبتي ما تقلقيش. مش عايزة حاجة؟ ميرسي يا حبيبتي. يلا خلي بالك من نفسك. انت كمان. باي. ايوه يا عروسه، الساعه وجاي لك ان شاء الله. الرصيد خلص. دوما حبيب قلبي يا ابو حميد، بقول لك ايه يا معلم، ما تخليك جدع وتجيب الطلب ده وصله انا. انت عارف الاستاذ جوهري، وانت عارف قرايه فتحتي النهارده، ما تبقاش رخم بقى. حط حاجه.
خلاص يا واد، الف الف مبروك يا حبيبي قلبي. عقبالنا يا رب. ان شاء الله. الله يسهل له يا عم. حبيب قلبي. الله يسهل له. مش عايز حاجه. ايه رايك؟ My little Nancy's coming to town. Coming. Hi, Hey, Nancy, you're beautiful. thanks. Am I early or something? Oh, no, you're just in time. I had a long day at work. I'm trying to relax with a drink. Oh, please, come on in. Okay. Please, sit down. Sit down. Please. ايه الباروكة اللي لابسها دي؟ Hope I'm not disturbing you, but I really needed my check. Not at all. What can I get you? I've got whiskey, got rum. You look like a tequila girl. No, nothing, thanks. Come on. It's just one drink. Besides, I don't like to drink alone. Oh no. First of all, you were drinking alone. Second, we're not even friends to drink together. And actually, I don't drink. Nancy, I thought we were friends. Mr. Richard, you're only my client. But what if I want to be more than just your client? What the hell are you doing? It's just you look so hot. You're drunk. Listen, you give me my money now or I swear to God I'm calling the police right now. Whoa, relax. Relax, baby. Why are you so nervous? I'll make you an offer you can't refuse. Your check for a kiss. Back off! What? It's a good deal, girl. I said back off! Loosen up, baby. Let's do this. ايه ده؟ 81؟ ده انا عايز 80. اللي واخد عقلك يا عم ادم. ماشي يا هنا. What's your problem, man? ايه يا استاذ؟ بس استهدى بالله، بس استهدى بالله. في ايه؟ Let's start off on you. بيقول ايه ده؟ في ايه؟ ده جوزك ده؟ لا مش جوزي. معلش استهدى بالله، استهدى صدقني بالله. مش جوزي. ويت يا خواجه، ويت يا خواجه، ويت. Sit down, have a drink. اهدى بس يا عم الخواجه، درينك ايه بس؟ انت متاكده ان ده مش جوزك؟ قلت لك صدقني مش جوزي. طب ده I'll have بيت another. بيته. Let me just talk to you. بتعملي ايه هنا طيب؟ انا مهندسة نيلة ديكور، عملت له ديكورات في البيت وكنت جايب فلوسي. You out. You stay. حياة امك. You want to steal my woman? You want to steal my woman? Hey!
بقول لك يا ابو الشوق، الراجل ده عايزين نزود له الحاجه شويه، وكلمني في التليفون وزعلان منك جدا، وبيقول لي الحاجه طلعت قله. هو الجدع ده بقى مصري ولا ايه؟ مش هنعرف نضحك عليه تاني يعني؟ وبعدين ما ينفعش نزعله يا شوقي، ده بيدفع بالدولار. بصراحه وبيحرق كتير. طبعا، ما هو لازم يحرق كتير، انت ما انتش شايفه جرم ازاي؟ بس انت متاكد ان الخواجه قال لك الا؟ ايوه يا عم قال لي الا. ايه ده الباب مفتوح. الظاهر بتمطر بيتزا كمان. صحيح. خواجه ريتشارد، خواجه. ايه ده؟ ايه اللي بهدل الدنيا هنا كده يا شوقي؟ مش عرفني، انا مش كنت معاك؟ الحق! يا نهار ازرق. يلا بينا بسرعه يا شوقي، الحكومه جايه يا شوقي. بس اثبت. بقول لك ايه، الخواجه ده كان معكمهم ايه ومهبب ايه؟ بقول لك الحكومه جايه، يلا بينا يا شوقي الله يخليك. وطي صوتك، دي فرصتنا وجت لغايه عندنا. بقول لك ايه، الموقف ده عايز رجوله، عايز قلب ميت يا شوقي. اسمع اللي بقولك عليه، انا عايزك تلم الدنيا اللي هنا وانا هطلع واشوف فيه ايه فوق. طب يلا خلصني بسرعه. يلا يا شوقي، استرها يا رب. ولا شوي، خلص يا شوي، يا شوي. مين الشاب ده؟ ومين اللي ضربه بالرصاص؟ ودخلك انت ايه في الحكاية دي يا نانسي؟ احنا ايه اللي احنا عملناه ده يا شوقي؟ انا مش مصدق نفسي. هو ايه الجديد في كده؟ واحد وقلبناه. ايوه يا شوقي، بس ده مات مقتول. هو احنا اللي قتلناه يا جدع؟ كل الحكايه ان احنا قلبناه زي ما بنقلبه كل مره وهو عايش، ما فيهاش حاجه يعني لما نقلبه مره اخيره وهو ميت. انت شايف كده يا زميلي؟ انا شايف ان احنا ننسى الحكايه دي خالص، والفلوس والساعات دي نقسمها بالنص، ونحمد ربنا بقى ان احنا لقينا الفيديو ده قبل ما يقع في ايد اي حد ونروح في 60 داهيه. انا خايف قوي يا شوقي، خايف قوي. ما تخافش وانسى الموضوع ده، انا مسحت كل بصماتي من الاوضه بالفوطه. المهم اوعى تكون انت لمست حاجه. انا انت ايه؟ انا مسحت بصمتي زيك بالظبط، وربنا يستر بقى يا شوقي. خلاص حط في بطنك بطيخه صيفي وانسى. واذا كان على الفيديو اهو 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 دشدهولك 50 حته. ربنا يستر يا شوقي. هيستر، بس انت تكتم خالص وتحط لسانك جوه بقك، فاهم؟ فاهم. كنت رايحة اخد منه اخر دفعة فلوس ليه؟ طلع سكران وحاول يتهجم عليا. ايه؟ وحصل لك حاجة؟
على حظي الولد ده ظهر لي على اخر لحظه وهو اللي لحقني منه. الامريكاني ضرب عليك رصاص؟ ليه؟ هو فاكر نفسه فين؟ في شيكاغو؟ الراجل ده انا هوديه في 60 داهيه. ده ربنا اللي بعت لك الشاب ده عشان يحميك يا حبيبتي. على العموم مفيش مشكله، الرصاصه جرحت دراعه وما دخلتش. ده انا ياما شفت رصاص اشكال والوان في العبور سنه 73. احنا لازم نروح مديريه الامن علشان نبلغ في الراجل الامريكاني ده. لا ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ ما هو لما الامريكاني ضرب نار الولد دخل معاه في خناقه وضربوا بعض والمسدس وقع على الارض والامريكاني. اوعي تقولي ان جراله حاجه. الولد ضرب عليه نار وقع على الارض سايح في دمه. ضربوا بالرصاص ليه؟ ما كنتوا جريتوا والمساله انتهت. هو منعنا، ولولا ان الولد ضرب عليه نار الاول كان زمانه ضربنا بالبندقيه بتاعته. وهو كمان معاه بندقيه؟ يا بابا ده عنده فترينة سلاح كامله. والراجل اتعور ولا ايه؟ ما اعرفش. ازاي يا حبيبتي ما تعرفيش؟ ايوه كده بقت مشكله. الشاب ده مسكين جدا، اتورط بسببك في حكايه محدش عارف نهايتها هتكون ايه. ده بيت ادم امين عبد الحي؟ ايوه خير يا بيه. ادم فين؟ في الشغل لسه ما جاش لحد دلوقتي. لما يجي يدوله خبر انه يجي لنا الاسم. ليه كفاله الشر؟ اما يجي لنا هيعرف. حاضر، اما يجي هبلغه ان شاء الله. استرها يا رب، استرها يا رب. خير يما، هم عايزين ايه من ادم؟ علمك يا بنتي، اخوك من الصبح عمال اتصل بيه ما بيردش عليا، انا خايفه اكون جراله حاجه. شر بره وبعيد يما، تلاقيه بس بيلف بالفسبه ومستمع التليفون. يا بنتي بتصل بيه من الصبح ما بيردش عليا، ده حتى كان مواعيدني عشان يجي بدري عشان نقرا فتحته على هنا واديني لابسه ومستنياه. ما تقلقيش يا ام، زمانه جاي. ما قالش ازاي بس يا ابني، والهم اللي جه سأل عليه ده اكيد في مصيبه وادم ليه دخل بيها. يا رب استرها يا رب. يا ابني رد في عرضك، رد يا ادم، طمن قلبي يا ابني. يا رب يا رب، ما بيردش برضه، استرها يا رب والنبي تسترها يا رب. شكلك احسن النهارده. انا فين؟ انت عندنا في البيت. انت مين؟ انا اسمي نانسي. هو انت انا. هو الراجل مات؟ لا احنا ما نعرفش، ممكن يكون اتصاب بس. ده طلع بجد بقى. انا عايز امشي. لا ما ينفعش، الحركه مش كويسه عشانك. معلش. الحمد لله على سلامتك يا ابني. دول مامتي وبابايا. يا ابني انا اشكرك على المعروف اللي عملته مع بنتي. لا شكر على واجب يا حاج. مقدس، المقدس جورج لواء طبيب متقاعد. ده طقم نضيف يا حبيبي، جبتهولك عشان تلبسه بعد الفطار عشان تقدر تروح القسم وانت نضيف. اسم؟ ما هو انتوا لازم تروحوا تعملوا محضر عشان تثبتوا ان كنتوا بتدافعوا عن نفسكم. ما تخافش، بابا عنده محامي شاطر قوي وهو اضرب مصلحتنا. بس لو احنا رحنا كده واحنا لسه مش فاهمين حاجه اكيد مش هتعدي بالسهل يعني. الكلام ده لو كنت عامل عامله، انما انت بطل، مثل للشاب الشهم الجدع اللي كلنا لازم نشكره ونكرمه. ما تخافش، احنا هنفوت على المحامي بتاعنا واحنا رايحين في سكتنا. انا عايز امشي. لا ما ينفعش، انت الحركه غلط عشانك. انا هوصلك بعد مشوار القسم لحد البيت. ده على اساس ان انا هروح معاكوا بعد القسم.
طيب ممكن تفطر عشان تاخد الدواء؟ مش عايز اكل. لا لا لا، انت لازم تاكل لانك نزفت دم كتير. طيب هقول لك، اتفضل يا سيدي، انا هاكل معاك عشان يبقى عيش وملح. ولا انت بقى ما بتاكلش عند مسيحيين؟ طب ده انا ما كبرنيش كده غير المحشي بتاع ام مينا، جارتنا وبتطبخ حلو قوي. هو انت اسمك ايه؟ ادم. تمام يا فندم، اتفضل سيادتك. طب روح انت. تمام يا فندم. يا باشا، احنا بعتنا نفرغ كل الاسماء اللي على تليفونه وبعتنا كمان للشهود. اول ما نوصل لحاجه هنبلغ سعادتك. تمام سعادتك. أكدت مصادرنا مقتل مواطن أمريكي في شقته على أيدي مجهولين، وقد أبدت السفارة الأمريكية استياءها من الواقعة، وطلبت السلطات المصرية بسرعة البحث والقبض على الجناه. ده كده الحكاية وسعت قوي. وقد أفادت الأدلة الأولية بأن المشتبه به شاب يعمل في توصيل الطلبات بمحلل الوجبات السريعة، ومن الواضح أن القتل كان بدافع السرقة، ويتضح ذلك من العبث الواضح بالأدراج في جميع أنحاء الشقة، وجاري البحث للقبض على الجاني. الراجل مات. انا كنت حاسس. اهدى اهدى يا ادم. اهدى ايه؟ انا بقيت قاتل. انت كنت بتدافع عنها وعن نفسك. حضرتك انا غلبان ومش هيصدقوني. انا هشهد معاك، انت ما عملتش حاجه، انت كنت بتدافع عني. محدش هيصدقك، ده امريكاني. ما تخافش يا حبيبي، البلد فيها قانون. ما قلقش. ايه قانون ايه؟ طمن يا ابني، احنا معاك. انت شاب شهم وشجاع، ولو وصلت ان انا اقول ان انا اللي قتلت هقول كده. انا لا يمكن اتخلى عنك. كان مستخبي لنا فين ده كله يا ربي؟ يا ترى انت فين يا ابني دلوقتي؟ وعامل ايه؟ مصيبه لا يكون عمل حادثه بالفيسبا ولا عور حد. بعد الشر يا خالتي. امال المخبرين اللي جم امبارح دول جم ليه؟ يا خوفي لا يكون متهمينه في حاجه، استرها يا رب. مش عوايده ان هو يتاخر بره البيت، طب على الاقل كان حتى يطمني. جيب العواقب سليمه يا رب وما تكسرش في فرحتنا، ده احنا غلابه وملناش غيرك يا رب. رايح على فين يا خالي؟ هوصل بس مشوار بسرعة وراجع على طول. طب ما تنزل تدور على ادم يا عامر. ادم يا صبرا تلاقيه مع اي حد، تلاقيه بايت عند اي حد من اصحابه وجاي على طول. بعد اذنك علشان انا مستعجل بس. ما تخافيش يا خالتي، ادم اكيد هنلاقيه دلوقتي داخل علينا، ده الغايب حجته معاه. يا رب يا بنتي يا رب. خدت بالك يا جورج من موضوع السرقه دي؟ هاي خدت بالي. سرقة ايه؟ لا ده اكيد حد دخل بعدنا وعمل كده، احنا ما عملناش كده. عملته دي صعبت الامور اكتر. صعبتها ازاي يعني؟ لان بقى في دافع قوي للقتل وهو السرقه، لكن قبل كده من غير السرقه كان سهل قوي شهادتك تثبت انه كان بيدافع عنك وعن نفسه. يعني احنا دلوقتي هنعمل محضر علشان نثبت ان احنا قتلنا دفاع عن النفس، ولا علشان ننفي السرقه، ولا علشان ايه بالظبط؟ الخوف لو رحتوا القسم انه يتهموكوا في الاتنين، جريمه القتل والسرقه. ايوه بس احنا ما سرقناش. ايوه بس انتوا بس اللي عارفين كده، لكن الواضح للناس ان القاتل دخل علشان يسرق، فلما الراجل تعرض له قتله وهرب بالمسروقات. طب وبعدين؟ مش عارفه، خايفه اقول لكم روحوا القسم نرجع نندم كلنا بعد كده. نندم؟ ايوه يا بنتي، علشان هيتقبض عليكم، وبعد ما كنتوا مجني عليكم هتبقوا جانيين. طب والحل؟ انا شايف ان الامل الوحيد انهم يقبضوا على السارق في اسرع وقت،
لانه هينفي بالدليل القاطع انه قتل. وساعتها لما تروحوا تحكوا حكايتكم اي حد هيصدقها، لان انتوا ما عندكوش دافع واحد للقتل غير الدفاع عن النفس. انا هحاول افوت على المحامي عشان محامي ايه بس يا جورج؟ خلي الموضوع سر بينا. ادم يقعد بينا كام يوم كده لغايه ما يقبضوا على السارق، ده كده احسن لكم يا اولادي. طب وانت رايك كده يا بابا؟ ايوه يا بنتي، هو ده اسلم حل. انا شايف ان الامور بتتعقد ومحدش عارف هتوصل لي فين. انا هقوم افتح وخبوا ادم. تعالى يا ابني خليك، تعالى معايا. صباح الخير يا عم. صباح النور، اهلا يا امير. انا جيت عشان اودع نانسي، انا عارف ان طيارتها الساعه 1، قلت اجي اساعدها بتنزيل الشنط واوصلها المطار لو تحب. نانسي. صباح الخير يا امير. صباح النور، جاهزه للسفر؟ لا اصل انا اجلت سفري للاسبوع الجاي عشان ورايا حاجات كده لازم اخلصها لسه. طب ده خبر حلو قوي، يستاهل تشربوني فنجان قهوه. لا معلش، اصل احنا ورانا مشوار مهم انا وبابا وخارجين دلوقتي حالا. طيب معلش، نخليها مره تانية بعد اذنكم. اتفضل. اهلا وسهلا يا باشوات، الاسم نور. العقيد سيف الحديدي. اهلا يا فندم. مقدم هشام مذكور. اهلا بيك يا فندم. تشربوا ايه حضراتكم؟ لا مش وقت شرب، احنا مكلفين بمتابعه القضيه وعايز اعرف تفاصيلها اول باول. واضح انها قضيه مهمه، بدليل ان حضراتكم مهتمين بيها بنفسكم. ده لسه جاي عنها خبر دلوقتي في التلفزيون. اوعدك ان القضيه دي مش هتطول. مبدئيا التحقيقات انتوا اللي هتعملوها واحنا هنتابعكم. يعني افهم من كده ان الملف مش هيروح عندكم؟ لسه مش عارفين، اصل دي مهما كان جريمه قتل عاديه. الحكايه كلها محسن بيه ان المجني عليه امريكاني وسفارته عامله لنا دوشه وقلق حبتين، ما انت فاهم. مفهوم. عموما انا تحت امركم في كل طلباتكم. انا عاوز اعرف انتوا لحد دلوقتي وصلتوا لغايه فين، وعايزين ننسق الشغل ما بيننا هيمشي ازاي. اكيد يا فندم. بقول لك يا محسن بيه، انتوا استدعيتوا الشهود عشان تحققوا معاهم؟ حصل يا فندم، وهنبدا التحقيق دلوقتي. افهم من كده انك شبه طردتيه. يعني كنت عايزاني اعمل ايه؟ يعني ادخله عشان يشوف ادم ولا يحس بيه؟ لا يا حبيبتي، بس ما يصحش مهما كان جارنا. نانسي عندها حق يا سيسيل، مش لازم اي حد يعرف اي حاجه عن الموضوع ده الا احنا التلاته، والا كلنا هنروح في خطر. ما انا عارفه، وانا مجنونه عشان اقول لاي حد. بس عايز الفت نظرك ان اوعي تغلطي بكلمه قدام تريزا ولا بنتها كاترين. هم صحيح جيراننا لكن الاحتياط واجب، احنا في زمن بقى الاخ بيخون اخوه. طب وبعدين احنا هنعمل ايه دلوقتي في ادم؟ نخبيه في شقه جو لغايه الامور ما تبان وتشوف رايحه على فين. اشمعنى الشقه دي بس؟ اولا لانها بعيده، ثانيا معروف انها شقه جو، وبعدين هي مقفوله ومفيش حد بيروحها. ايوه، ده المكان الوحيد اللي انا هطمن فيه على ادم. طيب خلاص، خلوه يجهز عشان ننزل. غريبة، مين الشاب ده؟ وفين نانسي؟ هي ايه الحكاية؟ شكلهم كده مش على بعضهم. يا دكتور، يا رب استر يا رب. يا ابني ما تقلقش واطمن، خلي املك في ربنا كبير. ونعم بالله. يا رب استر يا رب. امي اتصلت بيا يجي 100 مره وما رضتش، اكيد قلقانه عليا جدا. انت بتعمل ايه؟ اقفل الموبايل بتاعك. ليه؟ ليه؟ ممكن يعرفوا مكانك عن طريق القمر الصناعي. اقول لك يبقى انزل في اقرب تليفون عمومي وكلمها مني، ده اسلم حل. الو. ايوه يا ام، وحشتيني. انت فين يا ادم؟
ما تقلقيش، انا الحمد لله كويس. انا بكلمك عشان اطمنك عليا. هو انت عملت حاجه يا ابني؟ ولا حاجه يا ام، ولا حاجه. كل الحكايه كان في خناقه في المحل وحب ياخدوا شهادتي فيها. وهترجع البيت الليله دي ان شاء الله؟ حسب الظروف يا ام. اهم حاجه دلوقتي تدعيلي، ادعيلي ربنا ينجيني، وانا ان شاء الله هكلمك تاني. بس اوعي تقولي لحد ان انا كلمتك. ادعيلي يا ام، ادعيلي. ادم، لا اله الا الله يا حبيبي. محمد رسول الله. سلام يا حبيبي، سلام. المكالمة دي قلقتني عليه أكتر. المهم ياما إنه عايش وبخير والحمد لله، مش زي ما احنا كنا فاكرين. الحمد لله يا رب. بس أنا قلبي مش مطمن عليه. يا رب يا رب جيب العواقب سليمة، قادر يا كريم يا رب. لما لقينا الفسبة مرمية على الباب ولقينا البيتزا والكاب في مسرح الجريمة، ربطنا على طول إن عامل توصيل الطلبات له دخل بالجريمة. عملتوا حريات عنه؟ سألنا جيران الأمريكاني وأكدوا إنهم فعلا طلبوا أوردر البيتزا لكن ما جالهمش. ولما اتصلنا بمحل البيتزا أكدوا لنا إن الأوردر فعلا طلع من عندهم على العنوان ده. طيب ما الموضوع شرح نفسه يا محسن بيه. الواد ده قصتنا. اسمه ايه الواد ده؟ اسمه آدم عبد الحي. آدم عبد الحي؟ كلمني عن احساسك الامني يا شنبي. الواد زي الفل ها؟ طب يا محسن بيه، احنا هنروح نقابل مساعد الوزير وهنرجع تاني. انت باشا ارتاح حياتك براحتك وما تمشيش الشهود عشان لما نرجع انا وسيف بيه هنبص عليهم. تحت امرك يا فندم. عن اذنك. عامر، انت فين يا ابني؟ اتاخرت ليه؟ ده الجلسه خلاص على وشك. معلش علشان المواصلات والزحمه والحاجات دي. المهم مش هوصيك. حاضر. انا عايزك تقول انك شفته بعينيك دول وهو بيولع في المخزن، والمبلغ اللي اتفقنا عليه هيوصلك بعد الجلسه على طول. تقول انك شفته بعينيك وهو بيولع في المخزن. حاضر. القضيه قاعه 2 رول 23 اخر الطرقه. يلا يا وحش، ربنا معاك. قاعه 2 رول 23. حضرتك مش جاي معايا ولا ايه؟ لا، ما انت عارف انا مش لازم اظهر في الصوره خالص. احضر جلستك وتعالى على المكتب عشان احللك بقك. يلا يا وحش، يلا ربنا معاك. تعالى باللي فيها يا رب يا رب.